السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع درس جديد من دروس اللغة الإيطالية. قبل ما نبدأ الدرس زي ما تعودنا ما ننساش نصلي على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة درس مهم، فعلين مهمين: الفرق بين فيربو أنداري واستخداماته وفيربو فينيري واستخداماته. امتى استخدم فيربو أنداري بمعنى يذهب وفيربو فينيري بمعنى يأتي؟ اول حاجة عشان بس نبقى واضحين، اللغة العربية بتاعتنا يعني مسهلة الامور علينا شوية، بمعنى ان في فرق بين الذهاب وفرق بين الاياب. موضوع يعني بسيط جدا. فانا يعني لما عاوز اعبر عن جملة معينة او عن وصف حركة معينة، مش هيبقى صعب عليا ان انا هعبر عنها بمعنى الذهاب او بمعنى الاياب. يبقى في فرق بين الذهاب والقدوم. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى، وده وظيفتنا وشغلنا، ان احنا نفهمكم الفرق بين استخداماتهم في اللغة الإيطالية. أول حاجة هناخد تصريفات الأفعال. فيربو andare: io vado. io vado يعني أنا أذهب. tu vai. tu vai أنت تذهب. lui أو lei va يعني هو أو هي يذهب. noi andiamo. noi andiamo نحن نذهب. voi andate. voi andate أنتم تذهبون. loro vanno. loro vanno يعني هم أو هن يذهبون أو يذهبن. يبقى تصريف فيربو andare مع الضمائر الشخصية: io vado. tu vai. lui va. noi andiamo. voi andate. loro vanno. بعد كده هناخد تصريف فيربو venire مع الضمائر الشخصية: io vengo. io vengo يعني أنا قادم أو أنا آتي. tu vieni. tu vieni ركز على النهايات، بينتهي بحرف الإي. tu vieni يعني أنت تأتي. lui أو lei هو أو هي viene. viene يعني هو أو هي يأتي أو هي تأتي. noi veniamo. noi veniamo نحن يعني قادمون أو نحن آتيون أو نحن نأتي. voi venite. voi venite يعني أنتم تأتون. loro vengono. loro vengono يعني هم أو هن يأتون أو هم قادمون يعني. io vengo. tu vieni. lui أو lei viene. noi veniamo. voi venite. loro vengono. يبقى احنا كده خدنا تصريف فعل andare وفعل venire. نشوف استخدامات الفعلين. أول حاجة فيربو andare. فيربو andare له استخدامين. له استخدامين. الاستخدام الأول: indica un movimento verso un luogo يعني يستخدم لوصف حركة شخص تجاه مكان. يعني شخص بيتحرك لمكان، المكان ده بعيد عنه. موضوع بسيط، شخص بيتحرك لمكان والمكان ده بعيد. ناخد مثال: vado a scuola in bicicletta يعني أنا أذهب إلى المدرسة بالعجلة. أنا الشخص والمكان بعيد عني. يبقى بستخدم فيربو أنداري: أنا أذهب إلى المدرسة بالعجلة. تاني مثال: vado al cinema questa sera أنا أذهب إلى السينما هذا المساء. يبقى أنا الشخص أهو عايز أتحرك للسينما اللي هي بعيدة عني، يبقى استخدم فيربو أنداري: io vado أو vado al cinema questa sera. المثال الثالث: come vai al lavoro كيف تذهب إلى العمل. إزاي أنت بتذهب للعمل؟ يبقى العمل ده مكان بعيد عني، يبقى استخدم معاه فيربو أنداري: كيف تذهب إلى العمل. الاستخدام الأول بسيط جدا، تحرك شخص تجاه مكان، المكان ده بعيد عنه. تمام؟ طيب إيه الاستخدام الثاني الفيربو أنداري؟ قال لك إيه؟ قال لك indica un movimento verso un luogo dove nessuna delle tue persone si trova in questo momento.
يعني ايه؟ يعني يستخدم لوصف تحرك اشخاص تجاه مكان معين وجميعهم غير موجودين به حتى الآن. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني انا وصاحبي او انا واصحابي رايحين مكان ما، رايحين احنا مكان، المكان ده احنا لسه مش موجودين فيه. طب ناخد مثال عشان نفهم الكلام ده. بقول لك لوكا va al supermercato con la mamma. لوكا بيذهب الى السوبر ماركت مع امه. يبقى هو ووالدته رايحين السوبر ماركت، هم لسه مش موجودين في السوبر ماركت، فهيروحوا بايه؟ هيروحوا في فيربو اندار. يبقى لوكا فا، لوكا استخدمنا فيربو اندار هنا في ايه؟ مع اللوي. لوكا فا السوبر ماركاتو كل ماما. يبقى هو ووالدته رايحين السوبر ماركت اللي هم اصلا اوريدي لسه مش موجودين فيه، رايحين. تمام، فهيستخدموا فيرب انداري. طيب دوفي انداتي ستاسيرا؟ الى اين تذهبون هذا المساء؟ يبقى انتوا مش عارفين انتوا رايحين فين، المكان اللي انتوا رايحينه ده انتوا لسه مش عارفينه. دوفي انداتي يبقى نستخدم فيربو انداري، مكان لسه مش موجودين فيه، لسه هتروحوه. يبقى دوفي انداتي ستاسيرا. انداتي هنا تصريف فيربو انداري مع الايه؟ مع الفوي. تمام. تالت مثال لورو فانو ا كازا ا بيدي، يعني هم بيذهبوا او يذهبون الى المنزل سيرا على الاقدام. يبقى هم رايحين المنزل اللي هم اوريدي لسه مش موجودين فيه، رايحينه باستخدام فيرب ايه؟ فيربو انداري. اخر مثال andiamo al cinema questa sera، يعني فلنذهب او لنذهب الى السينما هذا المساء. يبقى هم لسه مش موجودين في السينما، هم لسه هيروحوا السينما. شخصين او اكثر او مجموعة رايحين مكان ما، لسه هم مش موجودين في هذا المكان، يبقى بنستخدم فيربو انداري. يبقى ده هم استخدامين فيربو انداري اخدناهم. تمام. شوف بقى فيربو فينيري، ليه استخدام وحيد وسهل وهيوضح لنا الفرق. بيقول لك ايه؟ بيقول لك si usa quando una persona si muove verso una altra persona, quindi indica il movimento verso un luogo dove una altra persona è presente o sarà presente in futuro. يعني ايه؟ يعني يستخدم هذا الفعل في حالة وجود شخصين او اكثر، احدهما يتحرك تجاه الاخر. يبقى هنا في حركة، واحد بيتحرك تجاه التاني، الشخص الاخر حاضر وموجود في المكان. يعني ايه برضه؟ يعني انا ذاهب الى مكان ما او انا قادم الى مكان ما، المكان اللي انا رايح له ده تمام حاضر فيه الشخص التاني. ناخد مثال عشان يوضح. vengo nel tuo ufficio adesso، يعني انا جاي او انا قادم الى مكتبك الان. يبقى انا شخص بيتحرك تجاه الاخر، انا رايح لك، شخص بيتحرك تجاه الاخر، والاخر ده فين؟ موجود وحاضر. انا جاي لك المكتب، انت موجود في المكتب وانا جاي لك. وصلت؟ يبقى في شخص بيتحرك تجاه الآخر والشخص الآخر مستني موجود في المكان. تمام. أو هيكون موجود، أنا رايح له، هو موجود أو هيكون موجود في المستقبل القريب. تمام. يبقى vengo nel tuo ufficio adesso، أنا جاي لمكتبك دلوقتي، أنا بتحرك ناحيتك. يبقى هنا بستخدم فيربو فينيري، شخص بيتحرك تجاه الآخر. vieni a casa mia questa sera، تعالى إلى المنزل بتاعي هذا المساء. يبقى انا موجود في المنزل او هكون موجود في المنزل وانت هتتحرك ناحيتي، يبقى شخص بيتحرك تجاه الاخر. vieni a casa mia questa sera. تمام. تالت مثال vieni al mare domani، يعني تعالى البحر بكرة. يبقى انا بكرة هكون موجود على البحر او انا موجود بالفعل دلوقتي، فانت هتتحرك ناحيتي، يبقى شخص بيتحرك تجاه الاخر. نشوف الفرق. في فيربو فينيري استخدام وحيد، ان شخص بيتحرك تجاه الاخر او مجموعة اشخاص بيتحركوا تجاه مجموعة اشخاص اخرين موجودين بالفعل. اتمنى ان انا اكون وفيت الشرح بتاع فيربو فينيري وفيربو انداري. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.